من أطيب الأكلات اللي ممكن تجربوها هي الكريب المحشي بصلصة البولونيز. طريقتها كتير سهلة وطعمها بيشهي. نحتاج بيضتين، 3/4 كوب حليب، نص كوب مي، 3 معالق كبار زبدة سايحة، رشة ملح، وكوب طحين. بخلطها وهيك رح يكون قوام العجينة. على مقلى غير لاصق، النار على الوسط، ندهنها بشوية زبدة أو زيت حسب ما بتحبوا. بضيف كمية من عجينة الكريب، بعدين مباشرة رح أقلبها بهاي الطريقة لتاخد شكل المقلى وتعطيني شكل الدائري. بخليها على النار تقريبا دقيقة. أول ما تبدأ تتغير لون العجينة مثل ما شايفين وتتحرك معي بالمقلة، بقلبها وبخليها دقيقة على الجهة الثانية لتاخد تحميرة خفيفة. وهلا بنحشيها بحشوة البولونيز اللي حضرناها مع شوية جبنة موتزاريلا. منلفها ومنكرر نفس العملية لكل حبات الكريب. نزل البشاميل مباشرة على الكريب، وبعدين بحط على الوجه جبنة موتزاريلا على الفرن على حرارة 200 مئوية مدة 10 دقايق من الأسفل، وبعدين بشغل عليها من الأعلى لتتحمر. جد عن جد رهيبة، لازم تجربوها.